افتح. في ناس صورت واكتشفت ان الارقام اللي بيعرضها محمد رمضان وبتكون كسبانه دي ارقام معدين البرنامج. وفي واحد طلع يحذر الناس وان البرنامج مسجل مش مباشر، وان دلوقتي بيحصل نصب على الناس. وفي دلوقتي برضو اللي بيستغل اي فكرة جديدة عشان يعمل مكاسب على حساب الناس. والراجل بيقول ان البرنامج مسجل اصلا ليه شهرين، واللي اتصل واللي كسب. نفهم من الكلام ده ان البرنامج مسجل من اول فبراير، من اول ما اتصالحت الشركة المتحدة مع محمد رمضان، وطارق نور بنفسه هو اللي عمل له فكرة البرنامج. والبرنامج كان فكرة لاستغلال ناس كتير. فنشرت صحفية اسمها هبة على صفحتها الشخصية ان في رقم اتصل عليها وقال انها فازت في برنامج مدفع رمضان، وانه لما اتصل بيها كان مشغل صوت محمد رمضان، وصاحب التليفون قال لها انت كسبتي معانا 200,000 جنيه من برنامج مدفع رمضان، هنسلمها لحضرتك ازاي؟ فافتكر انها صدقت، فسألته ازاي؟ فرد عليها وقال لها يا اما هتستلميها في كافيه يا اما هنيجي لحد البيت نصور. وتفاجئ بيها لما قالت له انا هبلغ عنك، فراح قافل التليفون فورا. فكانت فكرة البرنامج فكرة لمجال السرقة. في غلطة كبيرة عملها صناع البرنامج وانا مش عارفة ازاي ما خدوش بالهم منها، وهي ان اللي بيتصلوا بيه بياخدوا رقمه واسمه وعنوان وبيعرضوهم على الشاشة، وده ممكن يكون مجال للسرقة ومجال الناس تنصب على بعضها. وأول نقد توجه للبرنامج هو استغلال احتياج الناس، والأزمة بتزيد وبتكبر لما طلعت ناس وأنكرت أخدها للجايزة. وكان في ظهور لفيديو لشخص بيدعى إنه ميكانيكي وإنه صور مع محمد رمضان وقال له مبروك عليك الجايزة، وبعد كده أخد منه الجايزة تاني وقال له إحنا بنصور بالفلوس وهتاخدها بعدين. المستقبل الميكانيكي خد 130,000 ومدي للصبيان كل واحد 10، ده كل ده كده وانا ما خدتش اي حاجه. تعرفوا ان محمد رمضان في برنامج مدفع رمضان واخد اجر كبير جدا، بيقال من مصادر موثوقة ان اجره اكبر من اخر مسلسل عمله اللي هو جعفر العمدة. وواضح انه كان على خلاف مع الشركة من بعد مسلسل جعفر العمدة اللي عمله في 2023، وكان مقرر انه هيعمل له جزء تاني، لكن اتلغى بسبب المشاكل الانتاجية اللي بينه وبين شركة الانتاج. وقعد محمد رمضان لمدة سنتين بدون أعمال، لحد ما اتفاجئنا قبل رمضان بأسبوعين بإعلانه عن مدفع رمضان. وواضح إن مشاكله مع الشركة المتحدة اتحلت، وده مؤشر إن محمد رمضان هيظهر في مسلسلات جاية كتير في رمضان اللي جاي. وكالطبيعي يا جماعة أي برنامج فيه فلوس هيبقى فيه جدل أو فيه كلام. لو تفتكروا برنامج هالة صدقي واللي عملته مع المساعدة بتاعي، ولو تفتكروا القصة، الست أخدت 150,000 جنيه عشان تطلع مساعدة هالة صدقي وتقول إن الإنتاج اداها 50,000 بس، ومش زي ما قالوا في البرنامج، وإن الأستاذة هالة أخدت الفلوس، وكانت فضيحة كبيرة وصلت بينهم للتقاضي. وطبعا ده اللي هم متعودين عليه. وكالعادة محمد رمضان بيعمل جدل كبير في كل أعماله، فكان لما يصور كان في تعزيزات أمنية ليه في كل حتة. اللي كان لافت هي البساطة وبساطة الناس وأحلام الناس البسيطة، لدرجة إن واحدة من الناس اللي كتبت أحلامها كان حلمها تلاجة. تخيلوا في 2025 أقصى حلم ليها يكون تلاجة. والست اللي فازت كانت رايحة توصل ولادها للمدرسة، ولما قابلها محمد رمضان قال لها تكتب أحلامها، فكتبت إنها عايزة تلاجة عشان تجهز بنتها. وللأمانة برنامج مدفع رمضان نجح من أول حلقة، ونجح لأنه كان بيتكلم عن مشاكل الناس وعن ملح الأرض زي ما بيقول عمرو علي، لأنه اتكلم عن الناس وبطله كان الناس. وبغض النظر عن إن كان محمد رمضان بيقصد عمل الخير أو الشو الإعلامي، لكن البرنامج نجح. الناس الواضح إنها اتغيرت عن زمان، دلوقتي الست أقصى أمنية لها تلاجة. لو نرجع شوية لورا في فيلم الإرهاب والكباب، لما سألوا الناس اللي في البنك عن نفسكم في إيه قالوا كباب. تعرفوا إن محمد رمضان في برنامج مدفع رمضان أخذ أجر كبير جدا، وبيقال من مصادر موثوقة إنه أجره كان أكبر من أجر آخر مسلسل عمله. وفكرة مدفع رمضان فكرة مش جديدة، الفكرة اتعملت قبل كده في فيلم سمير أبو النيل. بطولة الفيلم رمضان لعب الدور اللي عمله سمير أبو النيل من 12 سنة. تعالى وهقولك إزاي. سمير كانت الناس بتعامله وحش زي ما الناس عاملت محمد رمضان في اسكندرية، واتعمل له هاشتاج مش عايزينه. وكمان عشان الأفلام اللي عملها زي عبده موتة والألماني وفيديوهاته المستفزة اللي كان بيرمي فيها الفلوس على الأرض. كمان لما تصور مع البلوجر الإسرائيلي سمير أبو النيل كان بيرقص بالفلوس ويغني لها أغنية مدحت صالح وانا ويايا بعيش زي المليونيرات. سمير ابو النيل كان بتكون بعد ما اخذ الفلوس من الراجل قريب وفتح قناة وعمل فيها مذيع وقدم فيها كل البرامج لوحده، قدم برامج الطبخ والسياسة وكله بتاع كله. وفي نفس الوقت محمد رمضان قرر انه يغير جلده ويبتدي يغني، وهو اللي قال ان الناس في الشارع مش بتردد مشهد لمسلسل لكنها بتردد الاغاني، لان الاغاني المغني اقرب للجمهور. سمير ابو النيل فشل لكن رمضان نجح،
وبقي من أشهر الفنانين والمطربين. لكن بعد الشهرة اتسحب رصيده عند الناس بسبب حكايته مع الطيار اللي اتصور معاه في طيارته واتفصل من شغله وهو موقفش معاه، واستعراضه بعربياته وطياراته قدام الناس وبفيديوهاته المستفزة بتاعة الفلوس اللي كان بيرميها على الأرض وصوره مع البلوجر الإسرائيلي. ده كله كان بيسحب رصيده عند الناس. سمير أبو النيل لما عرف إن الشباب مش عارفة تتجوز فعمل برنامج تلفزيوني قدم فيه هدايا وأجهزة كهربية وسماه مدفع أبو النيل. وطبعا بعد كده الشباب حبته وعرف يسيطر على عقول الشباب، ومشي رمضان على خطة أبو النيل وعمل مدفع رمضان. أيوة فعلا رمضان بيعمل في مدفع رمضان عمل الخير، ولما يجي يعمل الخير احنا هنساعده وندعمه مش هنهاجمه. في الكلام ده عندكم حق، بس البرنامج ده معمول علشان يلمع النجم، والبرنامج أرباحه أكتر بكتير من الفلوس اللي بتتوزع في رمضان، ورمضان بيحاول يكسب الناس بعد ما رصيده قل عندهم. طيب ازاي أرباحه أكتر من الفلوس اللي بيتبرع بيها؟